صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يعني فيديو جديد وبشكل مختلف، رايحين مكان جديد قوي، وانا المكان ده كنت بحلم بيه بصراحة من زمان، ويعني كنت بشوفه في الفيديوز والحاجات من على اليوتيوب. وبصراحة يعني المكان ده خليه مفاجأة، ومع بعض واحنا رايحين هنشوف. انا رايح تورونتو، ورايح اكتشف كام حاجة هناك، رايح الداون تاون ورايح اماكن تانية في تورونتو. فخلي المكان اللي انا عاوز اروحه ده مفاجأة معانا في الفيديو، هنشوف احنا هنروح فين. بيني وبين المكان اللي انا رايحه المفاجأة ده حوالي 150 كيلو، والنهاردة درجة الحرارة حوالي 34. فقررت ان انا بصراحة اجر عربية عشان اتبسط باليوم. فخلينا كده نروح نشوف العربية، هيدونا العربية نوع ايه، لان هما كل مرة بيدونا عربية مختلفة وشكل مختلف. فخلينا نشوف العربية وننبسط مع بعض. دي العربية يا جماعة اهي، نيسان فيرسا 25. فعربية حلوة بصراحة. فأنا دلوقتي رايح لطريق للمفاجأة اللي أنا محضرها ليكم، و يعني حلوة مفاجأة إن شاء الله تعجبكم، وأنا متحمس ليها بصراحة، لأن أنا كان بقالي فترة، وحتى من وأنا في مصر كنت نفسي أروح المكان ده. فخلينا مع بعض نشوف المكان ده، وأصور لكم بقى شوتس من هناك كده ونتبسط مع بعض. شوف انا عامل ايه، جالك قلبه لك عين ونسيت تتكلم، مين قالك اني فاينلي يا جماعة وصلنا للديستنيشن اللي أنا كنت بتكلم عليها مفاجأة. نياجرا دي كانت واحدة من أحلامي إن أنا أجيها، ويعني زي ما انتم شايفين، يعني بص رهيبة. أنا لسه هنزل دلوقتي أشوف هناك بقى، أحاول أرجع أعمل أكتيفيتيز، أركب مركب، أعمل أي حاجة. فخلينا نتبسط مع بعض. دلوقتي انا ماشي يعني موازي للنياجرا، ورايح بقى للشلالات نفسها. طيب احنا دلوقتي وصلنا لنياجرا، بس يعني نياجرا عشان اروحها فكنت مضطر اركن العربية في باركينج، فركنت بعيد شوية. بس انا رايح دلوقتي لنياجرا فولز. خلينا نشوف مع بعض ايه شكل نياجرا فولز، بس يعني من بعيد انا مبسوط، لما اقرب اكيد اتبسط اكتر. فخلينا نتبسط مع بعض. نياجرا فولز يا جماعه، نروح دلوقتي نستكشف نياجرا فولز. خلينا مع بعض. بصوا يا جماعة، يعني مظهر رهيب بجد، الشكل رهيب، بس على الحقيقة مش متخيلينه عامل ازاي، بس الشكل رهيب. يا جماعة خدت بالي من حاجة بقى، بصوا يعني في حمام هناك، مش عارف هيبان في الكاميرا ولا لا، بس بجد بقت حمام مع لقيت حاجة اسمها جيرني بيهايند فولز، فأنا قلت أجربها، فخلينا نجربها سوا. جبت التيكت يا جماعة أخيرا أهو، متحمس جدا. دلوقتي أنا داخل الإكسبيرينس بقى عشان أجربها، بس قبل ما نخش ده متحف المفروض بيحكي الستوري بتاعت النياجرا كلها. بصراحة المتحف معمول بطريقة حلوة، أنا لحد دلوقتي يعني مبسوط، وشايف إن الإكسبيرينس لذيذ لحد دلوقتي. طيب يا جماعة احنا
المفروض دخلنا تنل كده، المفروض نخش بقى نركب كده، معرفش نركب بوت ولا نعمل ايه، بس هو المفروض تنل جوه نياجرا، وهيلبسونا حاجة دلوقتي كده عشان مية، بس يعني مبسوط يعني. التجربة لذيذة لحد دلوقتي، حتى صورونا صورة كل واحد قبل ما يخش. يعني لا يعني بصراحة رهيبة رهيبة، وأنا مبسوط بصراحة. بص الدنيا زحمة أصلا. هخش دلوقتي يا جماعة النياجرا خلاص، ف يعني متحمس بصراحة. ده بعد فترة كبيرة كان نفسي طول عمري بصراحة أخش النياجرا، فبصراحة يعني مبسوط أوي. أنا مش متخيلين أنا مبسوط إزاي يعني، بس right down to the bottom of the falls here, and the tunnel that's to the left just makes you're outside, and the one that's to the right just makes you're right on the falls. It's two viewpoints, they both have the same view, so it doesn't really matter which one you look at, and it is self-guided, so you can take as long as you want. Straight down for you guys. خلي بالك عشان الزحمة. يا جماعة خلاص وصلنا. اوف يا جماعة، ايه ده؟ انا مش متخيل المنظر. يا جماعة انتوا مش متخيلين بس العظمة اللي موجودة قدامي بجد، يعني سبحان الله بجد، يعني منظر رهيب يعني. بصوا منين بجد، يعني حاجة لو قعدنا نفكر مليون سنة هي اتعملت ازاي، مستحيل يعني سبحان الله بجد، منظر رهيب. مشهد رهيب يا جماعة بصراحة. أنا أول ما دخلت لحد دلوقتي لسه مبهور، حتى المفروض أخرج بس أنا مش عاوز أخرج بجد، صعب، حاجة رهيبة. هي التيكت يا جماعة كانت $29، ف يعني $29 و unlimited time إنك تخش، محدش يخرجك، محدش يقولك حاجة، وقبل ما اخش كمان صورونا، فلا يعني بصراحة experience تستاهل. $29 برضو، ده $29 كندي مش امريكي، فدي حاجة مهمة جدا برضو.
خلصنا يا جماعة الاكسبيرينس بتاعت الجيرني behind the falls. اوكي ف فبصراحة اكسبيرينس رهيبة وتحفة. فدلوقتي عاوز في بوت كده لقيته قدامي، عاوز اروح اجربه بس مش عارف بكام، فانا هروح كده اسأل هو بكام واعرف الديتيلز بتاعته، عشان لو رخيص او بنفس السعر ممكن اركبه بصراحة، لان انا ده بيخش تحت النياجرا فولز كلها يعني، ده بينزل تحتها، فهتبقى الاكسبيرينس احلى، فبفكر اروح يعني. فخلينا كده نخرج مع بعض ونشوف هنعمل ايه. طلعنا يا جماعة لقينا يعني مكان للسوفونيرز. هو حلو بصراحة، بس اسعاره طبعا سوفونيرز، يعني مثلا اللوجو بتاع التلاجة ده $5 كندي. اوكي طبعا بلس تاكس. عندك الطاقية دي مثلا ب34، يعني دي مثلا $7، يعني 7.9. عندك برضو المج، يعني عندك المجات دي مثلا ده مثلا ب18. فهو طبيعي يعني ده مكان سيفونيرز، فطبيعي يبقى سعره كده يعني. برضو عندنا هنا الحاجات البنات وكده، يعني مثلا ده $20 I think. $20 كندي. تمام انا هاخد دي كده كده عشان عجباني. عندك هنا شباشب وحاجات. عندك ماكس برضو ده ب$12. شكله حلو بصراحة، عجبني برضو. ففي فرايتيز كتيرة بصراحة من الحاجات. في هنا لبس بتاع الرجالة، في شنط، في هو ماركت فيه كل حاجة، يعني أكنك مكان لو انت عاوز تروح تجيب لحد السوفونير منه كتخليد للمكان، او تبقى عارف ان المكان ده فيه ايه يعني كل حاجة فيه هي عبارة عن نياجرا فولز يعني، تمام، كسوفونير. يعني ده برضو بسكوتات وحاجات على شكل علم كندا، لان انا اكتشفت برضو ان النياجرا فولز مش بيجي الناس اللي في كندا كمان، ده هي كمان نياجرا فولز دي منطقة كومون ما بين امريكا وكندا، فهي يعني فمعظم الناس اللي معاها فيزا لامريكا برضو بتروح نياجرا، اللي نازل معاها فيزا كندا بتروح نياجرا، فهي منطقة يعني فيها كل حاجة. فلو انتوا شايفين برضو ادي هنا برضو حاجات تلاجة، هنا برضو حاجات برضو تلاجة. دي سيفونيرز برضو عجبتني الحاجات دي اللي بتتعلق على الحيطة، بس حسيت ان سعرها كتير عليا بالنسبة لي، يعني كان في حاجات $20-30، فبالنسبة لي هيبقى صعب ان انا اجيبها. في برضو هناك دي شنط، يعني هو في كل حاجة تقريبا. قلت اصور بقى فيديو كده وداع لنياجرا عشان الاكسبيرينس بصراحة كانت رهيبة النهاردة، انا كنت مبسوط بيها جدا. وبرضو انا سألت على الكود قالوا لي $70، فده بالنسبة لي كتير، فانا مش هعرف اروح الكود، بس ممكن المرة الجاية اروح له يعني، ابقى مخطط واشوف بروجرام احسن للنياجرا. اكتشفت كمان مش في بود كمان، ده في حاجات تانية هتبقى مفاجأة في فيديوهات ان شاء الله الجاية، بس برضو يعني قلت اودع نياجرا الفيديو ده. قلت بعد الرحلة الطويلة دي اطلب بقى حاجة كده، يعني هجرب بقى كده اللي انا طلبته واشوف يعني. الاكلة دي اسمها بوتين، اوكي، وهي عبارة عن فرايز وعليها شوية صوصز كده، تمام، بس دي من اشهر الاكلات في كندا عامة يعني دي في اي مكان في كندا موجودة، فانا بصراحة عمري ما جربتها طول الفترة اللي فاتت، فقلت اجربها النهاردة لان
المفروض في منطقة سياحية، فممكن الحاجة تكون حلوة، فعشان كده قلت أجربها. اخرك قلم واحد واتملأت مد بقك هيريح عوض الحلوانتين بدهك علي ممنوع يلا تكرف قدامه. اكلت يا جماعة والأكل كان حلو جدا بصراحة، عجبني يعني. كنت عاوز أروح البوت، بس دخلت شفت البوت بكام، لقيت إن البوت الفورد $70، فيعني تو ماتش. فغالبا هخليها المرة الجاية، لأن أنا غالبا هاجي مرة كمان. خلاص، فخلينا كده هروح برضو مشوار تاني في تورونتو، وهصور لكم انا برضو رايح فين، وهروح اتغدى هناك في تورونتو في الداون تاون. طب يا جماعه دلوقتي انا رحت اكلت في الداون تاون في تورونتو، بس للاسف يعني معرفتش اصور لكم عشان المطعم كان زحمه قوي. ودلوقتي انا خدت العربيه وطالع بقى، هروح الف شويه في ووترلو في المكان اللي انا عايش فيه، اروح اشرب بقى قهوه او حاجه. بعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض، بس غالبا يعني اليوم هيخلص على كده بعد القهوة. فاشوفكم في فلوجز تانية، حاجات تانية احلى مع مصطفى صلاح. سلام.